الساوروبودات، الساوروبودز أو السحالي العملاقة، الكائنات اللي قررت لو الأكل قليل يبقى نطول رقبتنا وناكل من فوق الشجر، زي البراكيوسورس والديبلودوكس. جسم ضخم جدا، رقبة طويلة، وديل ممكن يستخدموه كسلاح. كانوا مسالمين نسبيا، لأن بصراحة لما تبقى وزنك 40 طن مفيش حد بيضايقك. بس هنا بيجي رأي مضاد وبيقول يا جماعة انتوا متأكدين ان الرقبة الطويلة دي كانت علشان الأكل؟ في دراسات بتقول انها ممكن تكون لعرض الذكور على الإناث، أو حتى لتنظيم حرارة الجسم. وطبعا ممكن يكون كل ده صح في نفس الوقت. الديناصورات مش بتختار سبب واحد، الطبيعة بتديهم ميزات بتمشي في أكتر من سكة. ثانيا الثيروبودات، الثيروبودز أكلي اللحوم، الكائنات اللي حبت تكون في الجانب المظلم من الحياة، زي التيرانوسورس ريكس والفيلوسيرابتور. مش بس مفترسين، لا دول آلات قتل. مخ خفيف نسبيا، عضلات قوية، أسنان بحجم سكاكين المطبخ. بس مش كلهم كانوا عمالقة، في منهم الصغير والخفيف زي الطيور حرفيا. وده بيخلينا نفتح باب الجدل، الثيروبودات من مردود الطيور ولا دي صدفة شكلية؟ الرأي السيد دلوقتي بيقول الثيروبودات الصغيرة اتطورت تدريجيا لحد ما طارت وبقينا بنسميهم طيور. بس طبعا في ناس زي اوين زماني مش مقتنعين، بيقولوا التشابه مش دليل تطور، الطيور حاجة والديناصورات حاجة تانية.